السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض المسقعه بطريقه سهله جدا وطعمها جميل جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا بتنجان رومي، ابتدي ان انا اعين الراس البتنجان بالشكل ده، وابتدي ان انا اقشر البتنجان زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما قشرت البتنجان بالشكل ده ابتدي ان انا اقطع البتنجان لحلقات سميكه شويه علشان ما يتهريش معانا ساعه التسويه في الصلصه. بعد كده اجيب معايا لتر ميه وانزل بيها في بوله عندي، وانزل عليها بمعلقه ملح وادوبها كويس، وانزل بالبتنجان بالشكل ده. بعد كده هجيب البطاطس وابتدي ان انا اقشرها كويس، وبعد كده نبتدي ان احنا نغسلها كويس جدا ونقطعها مكعبات كبيره. وبعد كده اجيب معايا لتر ميه وننزل عليها بمعلقه ملح وندوبها كويس، وننزل بالبطاطس بتاعتنا ونقلب البطاطس كويس جدا مع الميه والملح ونسيبها على جنب. واكون مجهزه معايا فلفل حامي، وابتدي ان انا اعين راس الفلفل بالشكل ده، وابتدي ان انا اعمل فيها فتحه صغيره علشان خاطر واحنا بنقلي الفلفل، عشان الفلفل ما يفرقعش في وشنا لازم نفتحه فتحه بسيطه جدا وبعد كده نقليه. بعد كده اكون مجهزه معايا طاسه الزيت، وابتدي ان انا اسخنها كويس جدا، وبعد كده انزل عليها بالبتنجان بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اكون مجهزه معايا بصلايه متوسطه الحجم وقطعها مكعبات صغيره، وابتدي ان انا انزل في الحله عندي بمعلقتين كبار من الزيت، وانزل عليها بالبصله اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره. واول ما البصله تبتدي ان هي تدبل معانا ننزل عليها بنص معلقه ثوم مفروم ناعم ونحمرها كويس مع البصله. واول ما الثوم تتحمر مع البصله ننزل عليها بعصير الطماطم، وننزل عليها بالتوابل، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، مكعب مرق دجاج، ربع معلقه صغيره من بهارات اللحمه. واول ما الصلصه بدات تتسبك معانا ننزل عليها بنص معلقه ملح، ونبتدي ان احنا ننزل عليها البتنجان والفلفل والبطاطس، نبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا مع الصلصه ونسيبها ان هي ونسيب البطاطس والبتنجان والفلفل يتشرب كويس جدا مع الصلصه. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين المسقعه شكلها جميل ازاي؟ بجد طعمها جميل جدا. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.